التومية الصيامي اللي هتغير لك طعم اي سندوتش انت هتعمليه وتحطيه فيها. تعالوا بقى لما اقول لكم التومية الصيامي الجامدة دي اتعملت ازاي. في طاسة او في حلة هننزل بكوباية مية، وبعد كده هننزل عليهم بمعلقتين كبار من النشا، وانا هنا مستخدمة نشا حلو الشام. هقلبهم الاول على البارد كده لغاية ما ادوب النشا كويس في المية. بعد كده احطهم على النار والنار تكون هادية جدا، وافضل اقلب فيها لغاية ما النشا ما يستوي كويس. وازاي اعرف ان النشا بدأ يستوي معايا؟ لما قوامه يبدأ يتقل معايا ولونه يتغير للون شفاف. بصوا ايديا ما برفعهاش خالص، بفضل اقلب لغاية ما النشا يبقى ده قوامه. شايفين ازاي بدأ يتقل واللون بتاعه بدأ يتغير ويبقى لونه شفاف بالشكل ده؟ وبكده يبقى النشا استوى. باقي المكونات معانا 5 فصوص توم، 3 معالق كبار من الخل، بطاطساية كبيرة مسلوقة، وكوباية الا ربع من الزيت، وكوباية دي كوباية القهوة الصغيرة. في الخلاط هننزل بالنشا طبعا بعد ما برد تماما، وبعد كده هننزل بباقي المكونات: التوم والبطاطساية والخل. وطبعا مش هننزل بالزيت دلوقتي. يلا بقى ننزل بشوية ملح، وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من المية، ولو احتاجت مية كمان هديلها مية تاني. يلا بقى نضرب الكلام ده كله. وهنا بصوا حسيت ان القوام تقيل فهزود مية كمان، فزودت ربع كمان من المية وهرجع اضرب تاني. فهنا بدأ القوام بقى بالنسبة لي يعني مظبوط. فيلا بعد كده هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب الزيت وهننزل بيه واحدة بواحدة لغاية ما يختفي تماما. دلوقتي يعني الخلاط هو شغال وانا بنزل بالزيت سرسوب بسيط جدا لغاية ما يختفي تماما. وبكده هيبقى معانا احلى تومية. تعالوا نشوف قوامها ازاي ولونها بجد تحفة. ودي التومية الصيامي، شايفين ازاي بسيطة وما فيهاش اي افتكاسة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.